السحير ظبط الكلام ده يا رجال. مين هناك؟ وقف عندك يا الأمان يا رجال، أنا أخوكم البدري من القرية اللي جنبيكم، وهارب من الحكومة عشان علي دم. اثبت مكانك يا غربلة. هات من البندق ابو هشيم. عالم يا ابو زيد، مكانك يا بدري. لا خلاص يا رجال، أنا هرجع مطرح ما جيت، ويا دار ما دخلك شر. وقف مكانك يا وكل ناسك، تدخل علينا كده وتخرج بالساهل. هات البندقية وتعالى شوف الرئيس على عايز ايه. هات البندقية وامشي قدام. خد عين دي يا ابو زيد. رجعتونا لايام زمان تاني والله يا رجاله. ده حته 56 من اللي قطعت دي. الواحد يبقى قاعد في امان الله ورزقه يجيله لحد عنده. اسمع يا زعيم، الحته دي تلزمني. معناته ايه الكلام ده يا رجال؟ هتاخدوا بندقية من البدري؟ اقعد يا ولد المحروق، وان كان على البندقية كده كده هناخدها عشان دخلت مكان من غير استهزاء. أباه يا رجالة، والد المحروق، وكمان عايزين تاخدوا بندقيتي؟ ده كلام تقيل قوي ده يا رجالة. انتوا مش خايفين اقعدكم في قعدة رجالة واشيلكم حق؟ أباه يخرب بيت ابوك. يعني انت في مكاننا وما تهددنا؟ ده انت قلبك جابك وعقلك خف. ده احنا هنقطعوك هنا. اسمع يا واد، هتكتر في الكلام هنديك عيار وهنرميك البحر وكلبه غار. خلاص يا رجالة، حق الدخلة اللي دخلتها بدون استئذان خدتوا فيها البندق، ومش اي بندق، ده بندقة البدري. وخلي بالك البندقة دي غالية عليا قوي، وعمري ما هفرط فيها. سلام عليكم. في 60 داهية. المركب اللي تودي يا رجالة ما ترجحش. وبرغم ان انا فرحان بالبندقية يا رجالة، لكن خايف. الوضع نهم مطوق بشرار ونوع الغدر، واللي يقف قصاد 3 رجالة يبقى ديب. وما يقول لك انا البدري يعني من البداري، والبداري كلهم ديابة، مفيش حد فيهم ما يخاف. انت تهزيت ولا يا ابو زيد؟ انا عمري ما اتهز يا معلم، بس خايف غلطة من الغلطات تغورنا كلنا. لا ما تخاف، انت قاعد مع علي الدين. انا مزروع هنا قبل السيارة دي ما تتزرع. عارف يا معلم، من يوم ما عرفتك وانا قلبي مات، وشلت من بكانه، سكنتني في الجبل ومشيتني في القصب وجبتني في نص البحر. جدع يا ابو هشيم، طول عمرك ديب ما بتخاف. ربنا يسترها يا رجالة. معقولة دي تكون نهايتك يا بدري؟ بقالك 25 سنة مدوخ الحكومة وعمرك ما هبت حد واصل، في الآخر تتاخد بندقيتك؟ طب ورحمة أبويا في قبره، نرجع البندقية ومعاها راس واحد فيهم.